في مرة من المرات الرسول قعد مع الصحابة وبدأ بسيدنا أبو بكر وقالوا: ماذا تحب من الدنيا يا أبا بكر؟ قالوا: أحب من الدنيا الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك. وقالوا: أنت يا عمر؟ قالوا: أحب من الدنيا ثلاث: الأمر بالمعروف ولو كان سرا، والنهي عن المنكر ولو كان جهرا، وقول الحق ولو كان مرا. قالوا: وأنت يا عثمان؟ قالوا: أحب من الدنيا ثلاث: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قالوا: وأنت يا علي؟ قالوا: أحب من الدنيا ثلاث: إكرام الضيف والصوم بالصيف وضرب العدو بالسيف. من بعد تلفت لسيدنا أبا ذر وقالوا: يا أنت يا أبا ذر؟ قالوا: وأحب من الدنيا ثلاث: الجوع والمرض والموت. سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام: قالوا: ولماذا؟ قالوا: الجوع ليرق قلبي، والمرض لأخفف ذنبي، والموت لألقى ربي. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأحبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقت ينزل سيدنا جبرائيل عليه السلام ويقول لهم: وحبب إلي من دنياكم ثلاث: تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وحب المساكين. ثم صعد إلى السماء وعاود نزل مرة أخرى وقال لهم: إن المولى سبحانه وتعالى يبلغكم السلام ويقول لكم: حبب إلي من دنياكم ثلاث: لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.